السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ سامي، وشلون تأسست البطولات؟ تأسست البطولات حلو. أول شيء طبعا كانت هي مأخوذة الأساس لا اكتشاف مو هي اللي هي خلينا نقول رقم واحد، مو بالأوروبيين اللي هم مؤسسينها ولا شيء. الأوروبيين ماخذينها أساسا من العرب. شلون خذوها من العرب؟ طبعا قبل كانت العرب ما بين القبائل وقبائل تستعرض بأجود خيولها من الفصائل، من اللي هي الخيل الجزيرة الموجودة، وتفاخر بقوتها ورشاقتها وبجمالها بالكر والفر والكاريزما والشخصية اللي موجودة فيها، وزائدا الأرسان اللي هم قاعد يحافظون عليها من قبل القبائل العربية اللي في شبه الجزيرة العربية. يعني خلينا نقول في 1800 تقريبا، بدايات 1800 ياو الأوروبيين لاكتشاف العرب والبترول في شبه الجزيرة العربية. شافوا في العرب غير موجود في أي دولة ثانية غير الدول العربية، اللي هي الكرم والجود والشموخة، ويحترمون أي ضيف يجيهم سواء كان آسيوي أو أجنبي أي من كان يعني، فيكرمونه. فحبوا العرب بشكل قوي، على الدليل فتشوف صورهم الأوروبيين دائما يلبسون لباس العربي. صحيح. فمن ضمن الأشياء يودونه في خيمة موجودة يسمونها خيمة الضيافة، وقدام الخيل الضيافة اللي هي يستعرضون بخيلهم، نفس ما بين القبائل بعض البعض يستعرضون بقوتهم وجمال الخيل. فاستعرضوا قدام الأوروبيين بهذه الخيل بالرشمات العربية الكراكيش، ويحركونها وتوقف ويشوفون التراكيب الموجودة، القوة والرشاقة والجمال. زائدا في بادوك ثاني موجود، بادوك ويهدونه في البادوك تشوفون الشغل والتحرك. فالأوروبيين في ذاك الوقت استانسوا وتعجبوا على الخيل، ان هذه فيها خيل فيها قوة، فيها تحمل، فيها جمال، وفيها صفات مو موجودة أي خيل في العالم. فرجعوا لديارهم، فتكلموا قدام الأمراء عندهم الملوك إنه في الخليج، في شبه الجزيرة العربية عامة، وفي خاصة الخليج، إن عندهم خيل مو موجودة في أي دولة في العالم، وفيها صفات غريبة وعجيبة يعتبرون من النوادر فيها. والكل عارف ان شنو في صفات الخيل العربية من القوة والجمال والرشاقة والتحمل والشخصية الحلوة، وفيها شموخ، وفيها دائما الكر والفر، وفيها صفات غير موجودة في أي خيل في العالم. فأمروا الملوك أن يبون هذا الخيل يبونها في أوروبا. فقالوا صعبا أن أنتم تجيبون هذا الشيء، طبعا العرب ما تقدر تأخذ من عندهم بالقوة. طبعا العرب عندهم عزة نفس وكرامة، وما يحبون أي إنسان يدوس على كرامتهم. صحيح. دائما يحبون أخوية والتعامل والتبادل ما بينهم يعني. فطرشوا نفس الأشخاص اللي كانوا شافوا الخيل مع مجموعة من تبع الأمراء ياول الخليج، فخذوا خيل. طبعا شيوخ الخليج عطوهم مجموعة من الخيل ومن الفصائل. يعني مثلا بعطيك بولندا ب 1811 خذوا خيل خذوا كحيلات ودوها بولندا وانتجوا منها، وما زالوا محافظين على الخيل العربية. وامريكا تقريبا 1894، روسيا في 1800 وشيء في التسعينات بعد متأخرين. مصر بعد ايام كان محمد علي باشا، وفعلا شاف خيل موجوده في الخليج مو موجوده برا. حتى في مصر انه كان ذاك الوقت في مصر كانت كل اكثر خيلها تركيه، فشافوا خيل في الحجاز ونجد موجوده خيل شيء يبوق القلب يطير العقل يعني. فاخذ الخيل في 1811 ودها مصر، وتوارثوها مع فاروق باشا وعباس باشا، وتسجلوا لها انسابه وسووا لها شهاده منشأ، فحافظوا على هذه الخيل العربيه.
فنرجع لمحور حديثنا اللي هو شلون تأسس البطولات. فقاموا الأوروبيين استعرضوا بالخيل العربي اللي ودوها، شالوها من الخليج ودوها لأوروبا نفس طريقة العرب. فالملوك استانسوا عليها، الملوك الموجودين في أوروبا، فمشوا على نفس النهج، نفس طريقة العرب. بعدها طرشوا مندوبين أشخاص للخليج عشان شلون يحافظون على هذه الخيل، يعني عشان يعرفون شنو تراكيبها وشنو الصفات الحميدية أو الصفات المطلوبة أو الصفات، ويتجنبون الصفات السلبية، الصفات غير مرغوب فيها. مثل احنا نقول مثلا بعض الأشياء من صفات الخيل العربي: عيونها كبار، مناخرها كبار، ظهرها قصير، هي مربعة يعني. يتجنبون العيون الصغيرة، المناخر صغيرة، الرقبة القصيرة، الحصان ظهره طويل. زين، القوائم غير سليمة، الحوافر غير صلبة، الأذان مثلا عريضة في نفس البقرية، زين، طول أكثر من اللزوم. فأخذوا القياسات من العرب نفسهم ودونوا كلها في التدوين على الدليل في بولندا، حتى في عندهم أشياء مدونة باللغة العربية، فترجموها بلغاتهم. فقاموا أسسوا هذه طريقة شبه بطولات. هي البداية كانت شلون عملية تحسين الخيل العربية، تطورت مع الزمن مع بالخيل العربية بالقوانين العرب نفسهم، قاموا طوروا فيها. قاموا عقب بعدها تأسست اللي هي منظمة الإيكاهو، مو بالواهو، الواهو لتسجيل الخيل العربي، الإيكاهو لتنظيم البطولات. قاموا يسوون بطولات، بدأوا يسوون بطولات. الهدف من البطولات ان انت وين وصلت من ناحيه التطور، هذا هو الهدف الاكبر، وين وصلت من ناحيه التطور. فالخيل العربيه مو به اساسا اللي هي رياضه داخل علينا، لا، الرياضه هذه اصولها عربيه بحته. وعلى الدليل في القران مذكور: الخيل والحمير والبغال تركبوها وزينه. زينه، فتتركب هي ركوب وزينه. فهذه الاسباب استوت البطولات وماشيه على هي البطولات، وتوسعت البطولات الحمد لله. يمكن في السعوديه حول 18 بطوله، في الامارات 13 بطوله، وفي البحرين من 4 ل 5 بطولات، في الكويت ما شاء الله بعد 4 ل 5 بطولات، وقطر تقريبا حول 7 ل 8 بطولات. فالحمد لله، والحمد لله عندنا اجمل خيل في العالم موجوده في الخليج، كانت موجوده في الخارج، رجعت الى مواطنها الاصلي. صحيح. والخليجيين هم حاليا هم اللي ينتجون ابطال العالم، وخيل ابطال العالم كلها خليجيه. هذه قصه الحمد لله. أيوة. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك. هذه قصه شلون استوت البطولات. الله يعطيك الصحه والعافيه.